لكم على حاجة. دايما لما كنا نروح يعني في بيت بابا الله يرحمه، كان دايما اختي تتأخر، تيجي دايما متأخر، ودايما ماما كانت تقول لها يا بنتي تعالي بدري عشان تقعدي مع اخواتك ونقضي اليوم كله من اوله. هي كانت دايما تيجي متأخر وانا اكلمها وماما تكلمني ان انا اكلمها وتقول حاضر حاضر. كانت دايما يوم، وبالرغم ان هي كانت قريبة جدا كانت قريبة من بيت بابا الله يرحمه، ومع ذلك كانت بتيجي اخر واحده. يعني كانت بتدخل مثلا المغرب، يوم ما تدخل بدري يبقى بعد العصر. وده طبعا كان بيخلينا ايه اللي هو مثلا ايه، اجي انا في نص السهره تلاقيني بنام، يقعدوا بقى يشربوني قهوه علشان افوق معاهم. لدرجه ما اتقنت بقى في وقت من الاوقات، لا خلاص انا مش هقول لها، هي طبيعتها كده، هي براحتها تيجي في الوقت اللي هي دي طبيعتها، مهما تتكلم ومهما تقول حاضر هاجي بدري، هو ده البدري بتاعها خلاص. مؤخرا قريت كتاب للكاتبة ميل روبنز. الكتاب دوت بيتكلم على مفهوم ليتزم، او يعني معناه دعهم او سيبهم براحتهم. الحقيقة المفهوم ده او النظرية دي كانت بجد سبب، يعني ناس كتير قريت الكتاب وما شاء الله حقق مبيعات كتيرة، يعني كان اكثر مبيعا في العالم، واللهم بارك ناس كتير اتكلمت كمان عن الموضوع دوت، انا مش اول واحدة اتكلم عنه. بس فعلا لما تتقن الموضوع دوت او النظريه دي، تعرفوا ان قد ايه فيها سلام وفيها راحه نفسيه، ان انت تسيب كل واحد على راحته. ان انت مثلا اصحابك راحوا مشوار او راحوا مكان معين من غير ما يقولوا لك، سيبهم عادي، ما تعاتبش ولا تلوم، عادي براحتهم، لتزم. مامتك مثلا بتحب حد من اخواتك وبتديله امتيازات اكتر، براحتها، لتزم. حصلت مثلا مناسبة أو عزومة مثلا أو حاجة ومحدش عزمك، عادي، لتزم، سيب كل واحد على راحته. بلاش تتعشم في الآخرين بالزيادة أو تفرض سيطرتك عليهم. افرض سيطرتك على نفسك، على قراراتك، على آرائك، لكن الآخرين سيب كل واحد يعمل اللي هو عايزه، سيب كل واحد، سيبهم براحتهم فعلا. ففي الحقيقة نظرية لتزم أو دعهم أو سيبهم براحتهم قد ايه فيها كتير فيها رضا وفيها سلام نفسي. ان انت لو سبت كل واحد براحته هتحس قد ايه بالسلام النفسي الحقيقة. فبجد بجد لتزم، بس كده.